يعطيكم ألف عافية. كلنا متعودين على بيف ستراغانوف اللي هي ستراغانوف باللحم، شرائح لحم العجل. اليوم رح نحضرها بطريقة مختلفة ورح نعملها بالدجاج. ستراغانوف بالدجاج. رح أضوي النار وبدي إياها تكون عالية. فورا رح أضيف 4 معالق كبيرة من الزيت النباتي. استخدمت الزيت النباتي هون لأنه بستحمل حرارة عالية، ما رح ينحرق مثل الزبدة أو زيت الزيتون. بس حمي معي الزيت شوي. رح أضيف صدور الدجاج، عندي نص كيلوغرام من صدور الدجاج، قطعتها لشرائح رفيعة كتير تماما زي ما بنعمل للشاورما. فورا رح أبدأ أقلب الدجاج لحد ما يتغير لونه وياخد لون ذهبي خفيف. تقريبا هاي الخطوة بتحتاج 4 ل 5 دقايق لحد ما يتحمر عندي الدجاج. النار هون لازم تكون عالية. شايفين كيف استمريت بتقليب الدجاج لحد ما صار ذهبي وبهذا الشكل عندي. هلأ رح أرفعه من الطنجرة. بكون حضرت جنبي صحن وببدأ أرفع قطع الدجاج بدون ما أغسل الطنجرة. على نفس خلاصة الدجاج والزيت اللي ضل من الدجاج رح أضيف هون معلقتين كبار زبدة. بدوب الزبدة مع الزيت وخلاصة الدجاج زي ما حكينا. وفورا رح أضيف بصلة كبيرة فرمتها لمكعبات، وسنين توم فرمتهم على إيدي فرم ناعم. ممكن نهرس التوم لو ما منحب إنه يكون واضح. رح أقلي البصل والثوم مع الزبدة. بدي إياهم هون ياخدوا اللون الأشقر أو المايل للبني، بنسميه جولدن براون. نستمر بالتقليب. تقريبا رح يحتاجوا معي لهاي الخطوة مدة 4 دقايق. هون النار لازم نوطيها عشان ما ينحرق معي البصل، يستوي بهدوء. تحمر عندي البصل وأخذ هذا اللون الجولدن براون مثل ما حكينا. الفطر مهم أو ضروري بهاي الوصفة. بنقدر كمان نضيف الفليفلة الملونة. أنا بالنسبة إلي ما بحب نكهة الفليفلة مع هاي الوصفة، فبحب أكتفي بالفطر. رح أضيف كوبين من الفطر المقطع. أنا استخدمت الفطر البني أو البورتوبيلو. نقدر طبعا نستخدم أي نوع فطر موجود عنا. هون هلأ رح أعلي النار وبقلب الفطر لمدة دقيقتين مع البصل والثوم والزبدة. فضلت أقطع الفطر لقطع كبيرة حتى يضل محافظ على قوامه ونكهته وطعمته مبينة داخل الطبخة. هلأ بس قليته بس هيك تشويح بسيط. هون رح أضيف معلقة كبيرة طحين، بوزعها شوي وبقلب. هلأ رح أتبل نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود اللي رح يعطي نكهة كتير مميزة للوصفة، اللي هو الخردل أو المستردة أو الماسترد. استخدمت منه معلقة صغيرة. كمان هون رح أعطي نكهة كتير لذيذة ومميزة للوصفة. رح أستخدم معلقة صغيرة من الصويا صوص. طبعا الخردل والصويا صوص اختياري لو ما حبينا نضيفها. آخر إشي رح أضيفه معلقة صغيرة من مرق الدجاج البودرة أو مكعب واحد لو بتستخدموا المكعبات. بقلب المكونات مع بعض. هلأ هون بيجي دور إضافة المي والكريمة. رح أضيف كوبين من المي بحرارة الغرفة، معاهم كوب من كريمة الطبخ. رح أقلب. طبعا بدي هاي المكونات تغلي مع بعض وتتسبك وتستوي. هون رح أرجع الدجاج. صدور الدجاج اللي عندي هون صارت جاهزة ومحمصة. رح أرجعها على الصوص. بقلبهم تقليبة أخيرة. ورح أتركهم ليغلوا ويتسبكوا مع بعض. الكريمة ما بتتغطى، ما بصير نغطي الطنجرة عشان ما تفور معي أو ما تفصل. بدي إياها تضلها هيك. النار عندي متوسطة ورح أتركها لمدة 5 دقايق بعد الغليان حتى تتسبك وتتشرب عندي كل النكهات. بعد مرور 5 دقايق رح نرجع نلاقي الوصفة صارت عنا مسبكة وجاهزة للتقديم. شايفين كيف القوام؟ طبعا أنا هون تعمدت يكون القوام شوي رخو لأني رح أقدمها مع الرز. في حال كنا بدنا نقدمها مع الماشت بوتيتو أو المعكرونة مثلا، بنخلي كوب واحد من المي مقابل كوب واحد من الكريمة. ننتقل مباشرة للتقديم. اخترت الصحن المناسب وسكبت وصفتي وصارت جاهزة للتقديم. زي ما شايفين أنا قدمتها مع الرز الأبيض. ممكن نقدمها مع الماشت بوتيتو أو الباستا أو النودلز. رح أزينها بشوية من وراق البقدونس الأخضر المفروم. ممكن نستخدم البصل الأخضر أو أي نوع من الخضروات اللي لونها أخضر حتى تعطينا فريشنس، لون حلو ونكهة طيبة. ناخد كمية من الدجاج والفطر مع الصوص الغنية المميزة. مباشرة رح أقدمها مع الرز الأبيض اللي حضرته جنبها. رح تكون كتير طيبة مع الرز، خاصة لأنه الصوص اللي حضرته شوي خفيف، يعني مناسب جدا للرز. من أكثر الوصفات المميزة والطيبة اللي رح تحضروها بوقت قياسي. بتمنى تعجبكم وألف صحة.